الأم المكلومة طلعت فوق محكمة جنايات المنصورة علشان تلقي نفسها من فوق هذا المبنى وتنتحر. طب تنتحر ليه الست حنان وعشان ايه؟ هنقول لكم الحكاية، بس خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. من هنا جرت أحداث هذه الحلقة بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، لما أم اسمها حنان عندها ابن شاب لسه في سن الحدث قاصر، عنده 15 سنة، جاي من مشوار ولا هم الدرس، طلع عليه واحد وتنام معاه ولا هم 3 حرامية من نفس ذات سنه. اقف يا واد، اقف يالا، ثبتوه في المطاوي، هات تليفونك. الواد عافر معاهم، مرضيش يسلم تليفونه ابدا. قال لهم موتوني ومش هديكم التليفون، ده التليفون ده تعبان في قرش، ولما انا شاريه ده انا شاريه بالقسط، حرام عليكم. مش هتجيب يعني التليفون او لا مش هنجيب. واحد منهم طلع وغزه غزة، جت غزة الطين بمساعدة الآخرين. من هنا تمكنوا من اللوز بالفرار. الناس اتلمت، بلغوا شرطة النجدة، وشرطة النجدة بلغوا قسم شرطة المنصورة. الشرطة جت ودت الواد المستشفى، والواد مات في الطريق لأن الضربة جت نافذة. أمه جت يا نهاري، طلعت تجري. الناس شهود عيان. الأم عفوا قالت لهم ده ابني كان ماشي جاي من مشوار. شهود عيان قالوا ده الناس دي والأطفال والأولاد دي يعتبر سن الأطفال، اتلموا عليه وثبتوه حسب بعض شهود العيان وكاميرات المراقبة. هنا بعض الناس لما بتشوف حاجة زي دي بتخاف. طب لما مثلا شباب زي دي لسه بكملوا 16 17 سنة 15 سنة وبيعملوا كده، خشوا في الوسط ده، لو هتضربهم بعصي، لو هترشوا عليهم تراب، لو هترشوا عليهم رملة، يا اخي والله لو عفستهم مش هتشطف في عينيهم. ما كانش حدث هذا المكروه. لكن هنا الناس تقول لك احنا مالنا، احنا مالنا ان ما تجيش فيا، ما تضرونيش. يا عم حرام، الانسان يحوش عن اخوه الانسان المسلم. اقف وارجع انت وياه، مالكم مال ياه، لو هتحفظ مش رملة ولا تراب ولا شطة في عينيهم كلمشوا. من هنا يا سادة موتوا الواد. راجعوا كاميرات المراقبة، عرفوا الأولاد دي تم إلقاء القبض عليهم. رئيس العصابة بتاعهم ده بعد القضية ما اتداولت فترة تحت الحبس الاحتياط. الولد طبعا بعد كتابة صفة تشريحية وتوقيع الطب الشرعي يعني عليه، تم مواراة جثمانه الصلاة. من هنا لحد إني في الآخر رئيس العصابة بتاعهم الشاب اللي شجعهم واللي نغزوا بالمطوة موته، خد 15 سنة. الست يا حول الله قالت الحمد لله على حكم القضاء، أنا كان نفسي إن الولد دي يتعدم، بس يلا الحمد لله على ما قدر 15 سنة يحلها ربنا، ورضت بحكم القضاء وحكم ربنا. يبقى اتفاجئت بعد فترة إن الولد قدم طعن ونقض على الحكم، والنقض قبل يتخفف من 15 سنة ل5 سنوات. لا بقى محكمة النقض قبلت الحكم ده لأنه ده حدث، والحدث مسموح له إنه لسه صغير. من هنا القاضي وقاضي النقض بالذات بيحكم على قانون، لأن قانون الحدث لما يقتل واحد عمد مع سبق الإصرار والترصد بياخد من سنة لحد 15 سنة، يلعب في النص من سنة ل15 سنة. نزل ل15 سنة، نزل من 15 سنة ل5 سنوات. طبعا لما نزل 5 سنوات قضى منهم 4، واتفاجأت الأم إن الولد طلع براءة بعفو طبي. ما هو برضه قاصر، عندك قانون قاصر، وأهليته بيفرقوا شربات وحاجة ساقعة وزغاريد وبيكادوا في الولية. فالولية طلعت تجري على محكمة جنايات المنصورة، قدمت طعن هناك للمحامي العام وقدمت طلب مقابلة، قابلته وكلاء النيابة الأفاضل. أقول لها طب واحنا ما هو القضية خلاص اتحسمت، يعني ما فيش رجا إن القضية دي عيدها تاني؟ ده موت ابني يبقى لسه عايش في وشي؟
ده انا قلت 15 سنة الحمد لله. اقولها طب واحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنحكم على نص الدساتير والقوانين اللي قدام عينينا، اللي بين ايدينا وقدام عينينا بالفعل. يبقى قلت لهم زي بعض. طلعت البنت، طلعت الام عفوا فوق المحكمة، سطح المحكمة نفسها، وقالت انا هنتحر دلوقتي. قوات تأمين المحكمة شافوها، الضباط والأفراد والأمناء والعساكر ووكلاء النيابة والموظفين طلعوا وفضلوا يحايلوا عليها فترة كبيرة لحد ما أثنوها عن هذا القرار. وقولها الصبر طيب، كل حاجة هتصلح. ابني راح وده طلع يكاد فيا. المهم أثنوها عن القرار، والمواقع الإخبارية يعني تناقلت هذا الفيديو، لها فيديو منتشر على جوجل وسوشيال ميديا، وهي كانت عايزة تنتحر، والضباط ووكلاء النيابة بيحايلوا عليها يشكروا، أثنوها عن هذا القرار المشين للعائل. لما عملوا معاها لقاءات، عملت لها كده يا حاج حنان، قالت لهم أنا خلاص ابني مات، ابني مات وهو شاب، واللي قتله يطلع بره. بعد ما كان 15 سنة، قلت 15 سنة دي حل ربنا، يطلع بره واهله يفرقوا شربات وزغرت وحاجة ساعة وكيدوا فيا ليل ونهار وكيدوا فيا. لكن احنا نأمل ان القوانين دي تتغير في مجلس الشعب، ويسن قوانين غيرها. ان الحدث ده 16 سنة ما هو صغير، لان في امريكا وولد عنده 15 سنة موت ولد صاحبه ودفنه في منطقة مجهولة، خد سجن مدى الحياة. حتى لو القانون مش هيعدمه، لا ادوله 25 سنة أشغال شاقة مشدد يقضيها كوامل عشان القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن النهاردة لما تدور الست دي كانت هتنتحر يا ناري عشان خاطر كده، كانت هتموت نفسها. بتقول أنا قست من كل حاجة. احنا ما بنعقبش على أحكام القضاء أبدا أبدا، لكن بنقول وننقل لكم الصورة اللي الست نفسها قالتها. بتقول أنا حاسة إن كده خلاص جاتني غيبوبة وماليش حاجة في الدنيا لما لقيت ابني وجابت تنام معاه مع سبق الإصرار والترصد، حي يرزق، وابني غاب عن الدنيا وخد 4 سنين وطلع في النار. يا ريته كان قضى حتى 15 سنة، كانت ناري بردت شوية. ادي القصة وادي الحكاية بتاع الست حنان بتاع الزقازيق اللي بنحكيها لكم. لما ابنها مات، ولد موت عشان سرق التليفون، وفي الآخر خد 4 سنين وطلع، وكان عايز ينتحر، لكن ربنا كرمها ولحقها الضباط والأفراد والأمناء ووكلاء النيابة أثنوها عن هذا القرار. ناقشونا في التعليقات، قولوا رأيكم في اللي حصل. دمتم في أمان الله.